السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. كل عام وانتم طيبين. النهاردة عاملين صينية انا عن نفسي بسميها حبيبة الملايين. عاملين احلى صينية مكرونة بشاميل. هنعملها مع بعض بخطوات بسيطة، واتبعوا الطريقة بتاعتي وان شاء الله تعملوها وتعجبكم. يلا بينا. حلة متوسطة كبيرة على حسب كمية المكرونة اللي هتعمليها. طبعا المكرونة سهلة جدا ان احنا نجيب حلة ونحط مية وشوية ملح ونسيبها على النار تغلي، وبعد كده هننزل بالمكرونه. تعالوا نعمل العصاج او اللحمه المفرومه. هقول لكم انا بعمله ازاي. طبعا الطريقه المعتاده ان انت بتحطي سمنه او زيت او زبده براحتك خالص، وبعد كده بتحطي البصل وبعد كده اللحمه المفرومه. لا، انا مش بعمل كده، انا بسخن الحله كويس جدا، وبعد كده بنزل بكمية اللحمة بتاعتي كلها مرة واحدة، وبفضل زي ما انتوا شايفين كده بمعلقة او بشوكة افكفكها بس كده من بعضها لحد ما كل اللحمة تاخد لون واحد، اللي هو ان هي خلاص بدأت تدخل في السوا. اهم حاجة ان انا بفضل اقلبها وافكها من بعضها كده لحد ما كل اللحمة تاخد نفس اللون، اللي هو اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو لون السوا بتاع اللحمة المفرومة. ما بحطش اي مادة دهنية في الخطوة دي. انا هحط بعد كده معلقه واحده بس سمنه بلدي، بس هي معلقه واحده بس. لو كنت حطيت من الاول ماده دهنيه كنت هحط معلقتين تلاتة عشان اعرف اقلب فيها البصله. لكن انا بفضل ان اللحمه تنزل الدهون بتاعتها، وبعد كده في اخر مرحله خالص بحط معلقه السمنه البلدي. انا كان معايا كيلو لحمه مفرومه، طبعا انتوا عارفين العصاق بيحب البصل. كيلو اللحمه المفرومه اخد معايا بالظبط كيلو بصل متقشر. يعني بقشر وبعد كده اوزن، مش اوزن وهو قبل ما انضف، لا، بنضف البصل وبعد كده بوزنه. باخد كيلو لحمه مفرومه معاها كيلو من البصل المفروم، ناعم في الكبه او على ايدك بالمفرمه. تبشريها براحتك خالص. وكل اللي بستخدمه مع اللحمه المفرومه ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، او بحط بهارات اللحمه. تمام، براحتك خالص. مش عايزه تحطي ما تحطيش، عايزه تحطي رشه جوز الطيب وسنه قرفه، تمام، براحتك خالص، لكن مطلق الحريه. انا بحط التوابل دي بس عشان ما تغيرليش من نكهه اللحمه بتاعتي. وهعصجها على نار متوسطه عاديه خالص، مش هزود اي سوائل ولا ميه ولا اي حاجه خالص. هي هتنزل البصل لما هيتقلب مع اللحمه المفرومه هيدبل وهينزل ميته. وادي خلاص اهو معلقه السمنه البلدي. هنا كان فات وقت شويه، انا بس قطعت الفيديو، كان فات وقت كويس يعني. وحطيت معلقه السمنه البلدي تديلي نكهه تحفه تحفه جدا مع اللحمه المفرومه. وطبعا بسيب اللحمه تستوي، مش سوا كامل، علشان ما يبقاش لونها غامق، لان هي هتكمل سوا مع المكرونه في الفرن. خلاص كده. هنا كانت اللحمه خلاص خلصت واستوت ولونها فاتح زي ما هو اهو. في ناس بتغمق اللحمه المفرومه، لا، انا ما بحبهاش غامقه، انا بسيبها فاتحه وبكمل سواها مع المكرونه في الفرن. تمام. تمام. كل اللي عملته ان لما ميه المكرونه طبعا غليت، وحطيت المكرونه اهو، هحط قدامكم المكرونه، هحط طبعا يعني الكميه اللي انتوا عاوزينها. وعلى فكره اي نوع مكرونه، مش لازم مكرونه فرن. انا ساعات بعمل المكرونه بشاميل بالمكرونه الاسباجيتي، تمام. فعادي براحتكم، او عارفين ان انتوا في مكرونه شبه السوسته كده، ساعات بعملها برضو في المكرونه بشاميل. فاي نوع مكرونه انزلي بيه بالكميه على حسب عدد افراد الاسره. المكرونه برضو هنا في تركية هوريها لك، انا مش بسوي المكرونه قوي، هوريكي دلوقتي وانا بقطعها نصين يا رب تبان ان شاء الله. بصوا فيها قطمه كده، بصوا مش مستويه سوا كامل برضو، لان انا بحط بشاميل كتير جدا، فهو برضو هيكمل لي سوا المكرونه. يلا نعمل البشاميل مع بعض. هحط سمنه وهحط زيت. عايزه تحطي مثلا 3 معالق سمنه ومعلقتين زيت على حسب برضو عدد كوبايات اللبن اللي هتستعمليها، لان السمنه لازم احطها قد الدقيق قد اللبن بالظبط. تمام. فموضوع المقادير ده براحتك، اهم حاجه هتحطي مثلا 3 سمنه يبقى 3 دقيق يبقى 3 كوبايات لبن. خلاص، وهكذا بقى 5 معالق سمنه 5 معالق دقيق 5 كوبايات لبن، وهكذا. انا بحب اعمل بشاميل كتير، فانا هنا حاطه كميه كبيره. يعني انا هستعمل هنا 2 كيلو من اللبن،
تمام. فطبعا موضوع الكميات ده براحتك خالص. يبقى اللحمه المفرومه على حسب اعداد الاسره. انا كنت عامله كيلو لحمه مفرومه مثلا. المكرونه نفسها حاطه مثلا كيسين او كيس ونص، برضو على حسب اعداد الاسره. البشاميل نفس الكلام، انا بس بقولك المقادير اللي تناسبك. هتحطي مثلا، هتستعملي كيلو لبن، اعملي على قد كوبايات كيلو اللبن دقيق وسمنه. بس خلاص. بقلب بقى الدقيق مع السمنه كويس جدا لحد ما لونه يتغير زي ما انتم شايفين كده. وبحط اضافه، عايزين تضيفوها تمام، مش عايزين خلاص، بس انا ضفتها لان ما كانش عندي شوربه. حطيت مرقه دجاج. عايزه تحطيها تمام، مش عايزه تحطيها وعندك شوربه برضو حطيها، بس انا ما كانش عندي شوربه، يعني قلت خلاص مش عندي شوربه هحط مرقه دجاج. والله بتدي نكهه حلوه جدا في البشاميل. مش عايزه تحطيها برضو براحتك خالص. وبعد كده هحط 2 لتر من الحليب او اللبن يعني، او 2 كيلو من اللبن البلدي او المبستر عادي خالص براحتك. اما بالنسبه لبهارات البشاميل، فانا بحط، طبعا انا حاطه مرقه دجاج فمش هزود ملح. ممكن احط سنه ملح صغيره زي ما انتم شايفين كده، رشه بس. وهحط فلفل اسود وهحط 7 بهارات بس كده. عايزه اقول لكم كمان ان انت لو حطيتي رشه جوز الطيب هتبقى تحفه في البشاميل. بس انا مش بستعمل جوز الطيب، بستعمل السبع بهارات ومع الفلفل الاسود، وبقلب لحد ما القوام يبدا ان هو يتقل معايا. البشاميل سهل جدا جدا. وحطيت اللبن زي ما هو، جبته من السوبر ماركت، حطيته في درجه حراره المطبخ وصبيته على طول على الدقيق والسمنه. لا غليته ولا جبته من التلاجة ساقع وحطيته مره واحده، ما حطيتوش تدريجي. واديكي شايفين البشاميل اللي عامل ازاي، تحفه 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 وكريمي. ممكن تحطي جبنه كريمي، ممكن تحطي جبنه موتزاريلا، ممكن تحطي جبنه فيتا، ممكن تحطي شيدر اللي انت عاوزاه. عايزه تنكهي البشاميل براحتك خالص. هوريكي علامه من اهم علامات نجاح البشاميل. اولا العلامه اللي انت شايفاها دي خط مستقيم زائد الحركه اللي انا عملتها دي، يبقى انا كده عندي البشاميل جاهز وخلاص. طيب. طبعا المتعارف ان المكرونه بشاميل بتتعمل طبقات. انا مش بعمل طبقات للمكرونه بشاميل، بعملها زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. بحط مغرفتين 3 كده حلوه من البشاميل، وبعد كده بحط كميه المكرونه كلها اللي انا هستعملها. يعني انت بدل ما تحطي طبقه وبعد كده لحمه مفرومه وطبقه، لا، انا هاخد الطبقتين بتاعه المكرونه وهحطهم، وهحط عليهم اللحمه المفرومه. طبعا هحط بشاميل. بصوا انا هحط بشاميل كتير جدا. انا اكتر حاجه بحبها في المكرونه بشاميل البشاميل كتير، بيبقى جوسي وتحفه وخطير. وبحبها كمان سخنه، يعني ما بحبهاش تقعد تبرد وبعد كده اقطعها قطع، لا، انا بحبها كده جوسي كده. ان شاء الله هوريها لكم في اخر الفيديو. زي ما انتم شايفين، بعد ما حطيت كميه المكرونه بتاعتي حطيت اللحمه المفرومه، وحطيت كمان مغرفتين من البشاميل. اقلبهم بس كده مع بعض كويس. وبعد كده هحط كل كميه البشاميل اللي عندي الباقيه على الصينيه من فوق. وهحاول بقدر الامكان ان انا من على الجناب كده ادخل البشاميل جوه المكرونه. انا هنا زودت شويه لحمه، براحتكم خالص. عايز اقوله كمان ان انا بعمل الطريقه دي بس بقطع الفراخ. يعني بجيب صدور فراخ او بانيه وبقطعه مكعبات صغيره واشوحه برده في بصلايه مفرومه وفص ثوم وملح وفلفل اسود وبهارات فراخ. وبعد كده بحطها بالظبط زي ما حطيت اللحمه المفرومه جوه المكرونه، وبحط برده البشاميل. بتبقى تحفه. جربوها، خطيره بالفراخ، فظيعه تحفه جدا جدا. بس خلاص. انا هنا خلصت. هحط بس رشة جبنة موتزاريلا. مش عايزة تعملي الخطوة دي بلاش. مش عايزة تستعملي اي نوع جبنة برضو بلاش. لكي مطلق الحرية، انا بديكي فكرة ممكن تنفذيها او ممكن لا، دي حاجة ترجع لك. مش عايزه تحطي جبنه موزاريلا في المرحله دي وعايزه تحطيها بس فوق البشاميل، تمام. كل اللي هعمله ان انا هجيب كل الكميه البشاميل اللي فضلت عندي وهصبها كلها فوق سطح المكرونه. بس كده خلاص. الوصفه خلصت. الوصفه سهله جميله جدا. ان شاء الله تجربيها بطريقتي وتعجبك. طبعا الفرن انا مسخناه على اعلى درجه حراره، ومنزله الشبكه فوق الصاج على طول. ومش هحط الجبنه الموتزاريلا دلوقتي، مش بحب احطها دلوقتي. بحب بس ان انا اسوي الاول البشاميل اللي جوه الفرن، وبعد كده قبل ما اطفي مثلا ب5 دقايق اقوم حاطه الموتزاريلا. وان شاء الله هوريكم الخطوه دي. انا هنا خلصت خلاص. هسوي البشاميل كويس جدا، وهمسح اي بواقي من البشاميل على الصينيه من فوق عشان بس ما يتحرقش ويطلع لي ريحه واتخضى اقول دي حاجه بتتحرق. فالافضل ان انت تدخلي الصينيه والحواف بتاعتها نظيفه تماما. هتدخل الفرن وهتطلع بالشكل التحفه دي. انا هنا لسه ما حطيتش
الموتزاريلا أنا باحطها معاكم أهو، الموتزاريلا هنا هاحطها على وش المكرونة وكل اللي أنا هاعمله. عندِك اختيارين، يا إما تشغّلي الشواية لمدة بس ثواني وأنتِ واقفة قدامها كده الموتزاريلا تسيح أو تاخد لون، يا إما ترجّعيها الفرن السخن العالي زي ما كانت موجودة، وده اللي أنا عملته، إن أنا رجّعتها تاني الفرن وهو سخن زي ما هو وهو لسه شغال، أنا ما طفيتش عليه. هتطلع لِك بالمنظر الخطير ده، فظيعة، تحفة جدًا، جدًا، جدًا. أنا هنا هاقطّعها قدّامكم، وهاقول لكم أنا كمان هنا سِبتها بردت يمكن 5 دقايق، لكن أنا باحب أطلّعها من الفرن واغرفها على طول، بتبقى خطيرة جدًا. بس هنا خلاص أنا هنا هاغرف لِك قطعة، هي بردت يا جماعة شوية، أنا مش باحبها باردة، بس بُصّوا بالرغم إن هي بردت شوية، إلا إن هي juicy جدًا، جدًا، جدًا. ودي أحلى حاجة في صينية المكرونة بشاميل بالنسبة لي، إن هي تبقى juicy كده. بس خلاص وصفتنا خلصت، أتمنى تعجبكم وأتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات الحلوة بتاعتكم. شكرًا لكم ومتابعتكم، أتمنى تدعوا لي ولكم بالمثل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.